اوعوا تكونوا من الناس اللي ما بيغلطوش وعلى طول النصيحة ما بيسمعوش لأنهم شايفين نفسهم ملايكة وعلى الطريق الصح ماشيين على طول وما بيتوربوش. خلي بالكم من الناس دي منها كتير في علاقاتنا الشخصية، إذا كانت أسرية، صداقة، زمالة، أخوة، حتى في العلاقات الزوجية. مشكلة الناس دي إن هما مش بيأذوا نفسهم بعندهم، دول بيأذوا كمان اللي حواليهم كلهم. أقول لكم إزاي؟ بما إن كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فمن ضمن التوبة إنك تعترف لربك إنك عرفت غلطتك ومش ناوي تعملها. لكن مع الأسف الناس دي ما بيشوفوهاش بالحسبة دي، بيشوفوا نفسهم على طول ملايكة وماشيين صح، فبالتالي بيأذوكوا في حياتكوا الشخصية، لأنه مش بس بيغلط في نفسه، ممكن يغلط معاك نفس الغلطة مرة واتنين وتلاتة وعشرة وما يرجعش يندم عليه لأنه مش شايف نفسه غلطان. مثلا عندك صديق مثلا قماص، لما تيجي انت دلوقتي وتعاتبه وتقول له خلي بالك انت على طول بتتقمص على اي حاجة، هو مش شايف نفسه كده، فبالتالي هيعملها معاك مرة واتنين. لو انت عندك زوجة عنادية وتقول لها شمال تقول لك يمين، تقول لها يمين تقول لك شمال، والله لما تقف على ودانك الاتنين لا هي هتسمع ولا هتشوف اللي بتقوله. لما يبقى زوجك على طول بيعامل الولاد بطريقة مش هي وتيجي تنصحيه ويقول لك انا فاهم يعني ايه تربية، مهما هتعندي معاه هيفضل برضه هو ده سلوكه في التربية. فانصحكم لو انتوا عندكم علاقات شخصية مع هذه السلوكيات الإنسانية، تعرفوا تخلعوا اخلعوا على طول، ما تستنوش هتأذوا نفسكم مدى الحياة. لكن لو انت مضطر لهذه العلاقة الشخصية، يبقى عليك انك انت تتعامل معاها بحكمة وروية، يعني ما تعاندش معاها على طول، وتشوف فين اخطائه وتحاول تعدل على قد ما تقدر، بس من بعيد لبعيد، ما تحرقش معاه كتير، لانك مهما تنفخ في القربة المخرومة لا يمكن هتتملي، لان الهواء اللي براها اكتر من اللي انت ممكن تنفخه جواه. اما اذا كنت انتوا من الناس اللي بيسمعوا على طول من اللي حواليهم انت ايه يا اخي ما بتغلطش، راجع نفسك وارجع خطوتين، لا يمكن يبقى كل اللي حواليك غلطانين وانت الوحيد اللي فلوطة وطالع بتفهم فيهم، اكيد في حاجة عندك غلط. وتسند دايما للمبدأ الاصيل، احنا مش ملايكة ولا معصومين، كلنا بنغلط، بس المهم يا حلو يوم ما تغلط الغلطة اغلط وما تغلطهاش تاني وتعلم من اخطائك، علشان ما تغلطش الغلطة مرتين. اغلط زي ما انت عايز بس غلطات جديدة عشان كل مرة تتعلم منها حاجة مفيدة. ربنا يصلح حالي وحالكم ونبقى من الناس العاقلين اللي عارفين ان احنا مش معصومين، ويوم ما يغلط يعرف الغلط فين عشان ما يغلطش الغلطة مرتين. السلام عليكم، تتمسوا بالعافية.